في بلاد عربية كتير بيوصفوا واحد يقول لك فلان ده مهضوم، والشخص المهضوم دوت تحب تروح تتعامل معاه وتتعرف عليه. لكن هل مرة سمعت عن واحد يوصفوه يقولوا فلان خبز؟ هو دوت اسم المسيح النهارده اللي احنا هنفتح كلمة ربنا من إنجيل يوحنا ونتعلم عنه. المسيح بيتكلم عن نفسه بيقول أنا هو خبز الله النازل من السماء الواهب حياة للعالم. وخلفية القصة الغريبة ديت اللي مش بتقول بس ان المسيح مهضوم، لكن بتقول ان المسيح هو الخبز. خلفية القصة انها جاية بعد معجزة شهيرة جدا كلنا عارفينها، معجزة المسيح لما أكل الآلاف وأشبعهم، والناس راجعة فرحانة جدا وعايزين يقابلوه وبيدوروا عليه، بيقولوا أنت فين؟ قال لهم الحقيقة أنتوا بتدوروا عليا عشان كلتوا الخبز المادي. واستخدم عبارة عشان يوصف الخبز المادي وقال أكلتم الطعام البائد، وراح دعيهم وقال لهم أنا عايزكم تدوروا على الطعام الباقي. وابتدى يقارن بين الطعام البائد والطعام الباقي، وسألوه قالوا له ايه حكاية الطعام الباقي دوت؟ احنا زمان، ودي حادثة مهمة جدا وغالبا هم افتكروها لما شافوا معجزة إشباع الجوع، قالوا احنا زمان موسى في الصحراء في البرية ادانا خبز وشفنا الخبز نازل من السماء وفرحنا. قال لهم انتوا كده بدأتوا تفهموا، بس برضو كان كل اللي مفرحكم ان الخبز دوت بيتاكل ويعيشكم يومين ثلاثة، لكن اللي انا بقودكم ليه دلوقتي هو الخبز الباقي اللي يعطي حياة أبدية. وابتدوا يقولوا له طب عايزين هذا الخبز، زي ما احنا كلنا لما نسمع عن حاجة حلوة عايزين ناكل منها، عايزين نحصل عليها. وهنا يبتدي بالكلمة اللي هتنتشر وتستمر في إنجيل يوحنا، وابتدى بعبارة أنا هو، اللي بيكشف لنا بيها عن نفسه. واللي الحقيقة لما بيكشف لنا عن نفسه، لما المسيح بيكلمنا عن نفسه بيعرفنا مين هو الله. وابتدى يقول أنا هو الخبز النازل من السماء، وابتدى يقول لهم انه ينفع انتوا تاكلوني. ودي عباره غريبه قوي، يعني ايه تاكلوني؟ تاكلوني يعني تؤمنوا بيا، تاكلوني يعني تصير بينكم وبيني علاقه مختلفه عن اهتمامكم بالاكل العادي، ومختلفه عن تفكيركم في حالتكم دلوقتي، لكن تبتدوا تتنقلوا لمرحله الخبز الواهب للحياه، الخبز الحي النازل من السماء بجد. الخبز بتاع موسى بيقول لهم اكلكم يومين ثلاثه وعيشكم يومين ثلاثه، لكن انا الخبز بتاعي اللي ياكل منه لا يجوع. المسيح في اول اعلان عن نفسه هو بيقول انا هو، بيقول لكل واحد مننا بيشعر بالجوع، بيشعر انه مش قادر يكمل، بيقول لكل واحد مننا بيعتمد على نفسه ومش عارف يلاقي في الزمن اللي احنا فيه ده حتى الاكل المادي ساعات. بيقول له ابتدي غير نظرتك وركز ان تكون لك علاقه معي، ان تبدا تاكلني ديت زي ما بنقولها بالبلدي، فلان وفلان قعدوا مع بعض وهضموا بعض، اكلوا بعض، عرفوا بعض، واكلوا وشربوا مع بعض. ربنا بيقول لنا النهارده المسيح انا عايزكم تتنقلوا لمرحله ان انتوا بتؤمنوا بيا، بتعرفوني، بتقعدوا معايا، ومن هنا تستمتعوا بالخبز الحي اللي مش هياكلكم ويشبعكم يومين ثلاثه، لكن يشبعكم الى الابد.